هي الدنيا ممكن فجأة كده تحلو، كل الحاجات الحلوة تتحقق. يعني ايه؟ الحلم، اصل انا بحلم وانا صاحي وحاسس ان كل احلامي بتتحقق. الله، كلامك حلو قوي يا سعد، يدي بوزيتيف انرجي كده. ايه يا احلام؟ يعني ان امثل وابقى نجم، ان احب واتحب، كل ده في لحظة بيحصل. طب انك تمثل وانا عارفاها، وانك تبقى نجم ليه لا؟ طالما موهوب ومحبوب وعندك كاريزما يبقى اكيد هيحصل. يا رب. لكن تحب وتتحب دي بقى اللي انا ما اعرفهاش. بتحب مين يا سعد؟ اعترف، بتحب مين؟ مين ايه بحب؟ بصي، هو صعب اقولك دلوقتي. لا انا عايزه اعرفها. طب اوصفها لك ينفع؟ اوصفها. هي بنت جميلة. لا، هي احلى بنت في الدنيا، ورقيقة، دمها خفيف، وبنت ناس، حاجة كده. انا ناسي ان انا نسي ان انسي. انا عايزه اشوفها قوي. وبعدين ازاي ما تكونش موجوده معاك وانت بتحفظ اول مشهد هتصوره؟ لازم تبقى جنبك. ما هي جنبي، ما هي انتي. انت لذيذ قوي يا سعد، انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. انت طيب قوي. انت طيب قوي يا سعد. انت صديق، وينفع كمان تبقى اخويا قوي. لكن قصه الحب وكده مش هينفع خالص. خالص. انا عايزه اقرب منك، اعرفك اكتر كده يعني. لكن حب وارتباط والحاجات دي مش هينفع. لكن ممكن نبقى حاجه احلى من كده بكتير. مالك بس يا سعد؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص، تمام. طب يلا نحفظ. سمع لي، هات الورق ده. يلا سمع لي. يلا. ايه؟ لا مش كل شويه بقى هفضل اقولها لك. اقولها. انت مين اللي عمل فيك كده؟ شورتك، شورة حضرتك. مراتك القديمه دي؟ لا، أكملهم. ليه؟ عشان حضرتك خليت نبات عند القديمة. والله برافو عليها، احسن. يا بابا انا محتاج الفلوس دي ضروري عشان ابدأ مستقبلي، وانت معاك فلوس كتير. نجاس. كلاك. مشهد 42 شوط واحد 57 مرة. اكشن. سعد. بابا انا محتاج فلوس عشان ابدأ مستقبلي، وانت معاك كتير. بدل ما تصرف فلوسك على واحدة من دور عيالك، ادهاني انا ابنك، وانت عندك كتير عشان هي بتلعب بيك. تلعب بيا يعني ايه بقى؟ يعني بتستغفلك. قطع لسانك. اطلع بره بيتي، مش عايز اشوفك في بيتي هنا تاني. اطلع بره بره. غور بقى. انت اب، انت اب. ماشي، انا هخرج وهرجع هقتلك. كات. سعد، عاوزك من فضلك. ايوه. عاوزك من فضلك. المخرج بينادي عليك. مخرج؟ اؤمر حضرتك. انا بعيد المشهد 57 مره بسببك. يا ابني يا ابني، انا عندي مشاهد كتير عايز اخلصها النهارده. وبعدين ايه الاداء العظيم اللي انت عملته ده؟ كل الجمل شبه بعض. عايز فلوس، بيلعب بيكي، اقتلك ايه؟ التمثيل ده تلوين، احساس، نرف، ايقاع. وانا مش فاضي عشان اقعد اعلمك كل الحاجات دي. عشان كده بيقولوا التمثيل موهبه. فهمتني يا حبيبي؟ فهمت، واوعد حضرتك المره الجايه تبقى احسن. انا اوعدك ان مفيش مره جايه. اتفضل.
معلش يا ريس، الانتاج موصي عليه. لا، انا محدش يلوي دراعي حتى لو الانتاج. ده ملوش في التمثيل، ما بيعرفش يمثل. استغفر الله العظيم يا رب، ما بحبش اقطع رزق حد. ادوا له دور القهوجي. حاضر يا فندم. يلا يا اخوانا المشهد اللي بعده. يعني ايه يا شيرين؟ ايه اللي يعني ايه؟ يعني مالكيش دعوه بخالك، لا تتكلمي معاه ولا تروحي له. ايه؟ هفضل اقول الكلام ده كتير؟ طب ممكن افهم ليه؟ من غير ليه؟ هو كده، اوامري كده. مؤنس راح وقعد عنده وخلاص نساني. انتي بقى هتعملي ايه؟ هتروحي تقعدي هناك؟ اختاري لك حاجه من الاتنين. ايوه بس افهم ليه؟ خالك أرى فتحة المحروس أخوكي على نهى بنت صابر، قلت خلاص في داهية، ما فضليش غيرك انتي. هتسمعي كلامي وتقعدي ولا تروحي وتنسيني؟ قرري. ممكن تهدي بس؟ هعمل لك كل حاجه انت عايزاها، بس ما تزعليش نفسك يا شوشو. الو، عملت ايه؟ طين هباب. ليه كده يا سعد؟ ادعي لي يا نانسي. اتفضل يا استاذ سعد، احنا جاهزين. طب باي يا نانسي، باي. باي. خش كلاك. مشهد 23 شوط 4 154 مرة. اكشن. قهوة سادة وكوباية مية. طب ما القهوه الساده دي هترفع لك ضغطك، اجيب لك عناب ينزل لك ضغطك. قهوة سادة وكوباية مية. يا عم احنا شفعازه احنا هنا، بقول لك هجيب لك عناب. قهوة سادة وكوباية مية. لا اله الا الله، هجيب لك عناب احلى. كات يا استاذ سعد يا نجم يا عظيم، انت المفروض تقول ايه في المشهد ده؟ المفروض هو حضرتك بيقول لي عايز قهوه ساده وكوبايه ميه، اقوم انا قايل له ايه؟ حاضر وادخل. ربنا يحضر لك الخير يا اخويا. وما قلتش حاضر ودخلت ليه؟ انا بقالي 5 ساعات قاعد قدام المونيتور عشان اخد منك كلمه حاضر. حاضر دي محتاجه في التمثيل ايه؟ معهد فنون مسرحيه، ورشه تمثيل ايه؟ صعب على لسانك، تقيله. لا يا بيه، بس مش معقوله يعني ابقى عامل حبيب البطله وبعديها اعمل الابن العاق، ودلوقتي عايزني اعمل قهوجي بقول حاضر وادخل. ما انا لازم اظهر، لازم ابان كده. حرام. ايوه حرام، بس مش حرام عليك انت، حرام عليا انا. فركش. مش انت. انا عايزك في موضوع. اتفضل. هقول لك معلومه تحطها حلقه في ودانك. انت مش موهوب، ومش كده وبس، ما تعرفش حتى تفشل. يا استاذ اديله فرصه تانية عشان خاطر الانتاج. قول للانتاج ان انا في البيت بتفرج على التلفزيون، اصلا انا اعتزلت الاخراج. حاضر. ممثل مش عارف يقول حاضر، مش عارف يقول حاضر. انت مخرج ما بتفهمش. انا موهوب غصب عن عين اي حد. انا نجم، انا نجم. هقول لك معلومه تحطها حلقه في ودانك. انت مش موهوب، ومش كده وبس، ما تعرفش حتى تفشل. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يخليك. اهلا يا سعد، تعالى حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جيت في وقتك يا سعد عشان تقعد مع الجماعه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا سعدك حبيبتي. اتفضل. عاشت ايديك يا فندم. تسلمي. الحقيقه يا استاذ نصار، احنا سالنا وجمعنا معلوماتنا والموضوع يحتاج اني اقعد انا وحضرتك لوحدنا. لوحدنا؟ ده بعد اذن حضرتك يعني. لا مش قصه بعد اذنك. طب معلش يا اخوانا، بعد اذنكم سيبونا لوحدنا. ويا ريت كمان الاستاذ سعد يسيبنا لوحدنا. انا كمان؟ ليه؟ ايوه انت بالذات. انا بالذات؟
ماشي. هو قومك انت كمان؟ راجل غريب جدا. يعني انا بالذات؟ ايه انا بالذات دي؟ بس يا ولاد عيب كده. طبعا حضرتك فهمت. مش قصه فهمت، انا بحاول. احنا لما سالنا عرفنا ان حضرتك عندك 3 بنات بس، وان سعد مش ابن حضرتك، وان حضرتك ربيته واديت له اسمك لسبب ما نعرفوش. فهل دي الحقيقه؟ مش قصه هي دي الحقيقه ولا لا. امال قصه ايه؟ يعني قصه ان هي دي الحقيقه. بس على فكره سعد ولد محترم جدا، اتربى في وسط بناتي، عمري ما شفت منه اي حاجه وحشه. وبعدين ده راجل متعلم. فين المشكله بقى؟ مفيش مشكله، بس خلي عيال ابني يبقى حد ما نعرفش مين ابوه وامه الحقيقيين موضوع صعب. يا بابا انا قلت لحضرتك النقطه دي مش فارقه معايا خالص. وبعدين البيت ده بيت طيب، لان اللي يجيب طفل صغير ويربيه ويكبره ويعطف عليه اكيد بني ادم كويس. والله البيت الطيب قدامك، ناس انت براحتك، لكن انا وبكل وضوح ما احبش ادخل في موضوع مصيري زي جواز ابني ويبقى اهل عروسته عندهم حاجه حساسه وغامضه قوي كده. انا اتشرفت بحضرتك يا استاذ نصار، واسمح لي استاذن. يا بابا الكلام لسه ما خلصش. بالنسبه لي انا خلص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. القصه مش قصه ان ابوك يمشي وانت تقعد، القصه انك تحصل ابوك. ما تصدقش يا سعد. سعد انت اخويا يا سعد. في ايه؟ في ايه؟ ماما. سعد. في ايه؟ في ايه يا سعد؟ في ايه؟